بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة في استوديو للتصوير وبيكونوا بيصوروا فيلم وبتكون ميرا بطلة فيلمنا بتصور فيلم. وهنا بيجي مدير المجموعة وبيكون معترض على وجود ميرا في المجموعة وبيقول لها انت مفكرة نفسك مخرجة، انت ساعدتي في 4 أفلام بس. وبتقول له انا حاولت المساعدة وبيطردها هي والمصور وبتروح للمصور وبتعرض عليه قصة لودهان نشاط اجتماعي وبيرفض الفكرة وبيقول لها فكري في عمل فيلم تجاري احسن، وبيقول لها لو عايزة تعملي قصة اعملي عن رجال العصابات. وفعلا بتدور على رجال العصابات وبتبحث عنهم وبتروح مكان وبتسأل عشان تعرف تتعرف على رجال العصابات. وبتكون الست الموجودة بتحكي لها عن واحد منهم وانه في السجن وخايف يطلع وده بسبب خوفه من باتشان باندي، وبتعرف انه قتل رجل العصابات دون ومناف وبيقول لها ده هيكون احسن موضوع ابحث عنه، والست بترفض تديها اي معلومات عنه. وهنا ميرا بترجع للمصور وبتقول له عن قصة باتشان باندي وبيكون في ضابط معاه، واول ما بيسمع اسم باتشان باندي بيقول لها ده شيطان عنده عين واحدة وبيشوف بيها كل حاجة في كل مكان، وبيقول لها انت عارفة عمل ايه من شهر. وبيكون ماسك صحفي في عربية لانه كتب فيه انه اخطر قاتل وعمل له صورة كاركتر مش كويسة فولع فيه. ولما ميرا سمعت كده اتصدمت بس فكرت في كلام والدها وصممت على الفكرة وبتسافر، واول ما بتوصل بتتعرض للسرقة وبتقابل فيشو صاحبها وبيكون بيتكلم معاها وبيسألها عن قصة الفيلم وبتقوله انها تكتب عن باتشان باندي. واول ما بيسمع الاسم بيقول لها لمي شنطك وامشي بسرعة، وبيقول لها انت مجنونة ده قاتل ولازم تمشي، وبتروح تقعد معاه وبتحاول تقنعه يساعدها. وفعلا بتنجح في كده وبتحاول تاخد معلومات عنه من الناس لكن الكل بيكون خايف منه ومحدش بيقول لها حاجة. وهنا باتشان باندي بيكون بيزور واحد عجوز وبيقول له محدش يقدر يقرب منك، وبيمشي وبيكون مكسر المستشفى كلها. وهنا ميرا بتتكلم مع فيشو وبتقول له هنكتب قصة ازاي واحنا مش عارفين نوصله، وبترجع هي وفيشو بيقول لها احنا مش هنعرف نتكلم معاه مباشرة، احنا لازم نقرب من واحد من رجالته. وفيشو بيعرض عليها يقربوا من رجالة باتشان باندي وبيجي اول واحد ده كاندي عنده ايد زي المطرقة ونقطة ضعفه عيلته وكمان الافلام الاباحية. وتاني واحد العم بافيرا اكتر واحد بيثق فيه وعنده مسرح بغوة، وده البندول سكير الغريب انه بيحب بنت عيلتها كلها من الشرطة ولما عرفوا اخواتها جوزوها. وهنا بدأوا يقربوا منهم واول واحد بندول وبيحاولوا يتكلموا معاه لكن طلع ما بيتفهمش، وقبل ما يتكلموا معاه بيسيبوه يمشوا، وكده اول واحد خلاص وبيدخلوا على التاني العم بافيرا. وبرضه بيحاولوا ياخدوا منه اي معلومة بس بيقول لهم ان من اسابيع جاله مراسل عشان يعرف عنه كل حاجة، بس لما عرف باتشان حرقه حي، وطبعا كده التاني خلاص. وهنا بيروحوا لكاندي وهم عارفين نقطة الضعف وبيحاولوا بالطريقة دي الافلام يعني. وفيشو بيحط له السي دي في شنطة الخضار وبتوصل البيت، ولما بيعرف بيجري عشان ياخدها بس بيكون العيلة كلها شافت فيلم وبيضربوه كلهم كده ده كمان خلاص. وهنا باتشان قاعد مع رجالته وبيقوم عشان يدخل الحمام، والراجل اللي بيمسح بيقول له يدخل الحمام الاول، وبيلاقي واحد قدام الحمام فبيروح يدخل الحمام التاني والراجل لسه بيفتح الباب، وبيكون واحد مستني اللي هيفتح الباب وبيضرب الراجل على اساس انه باتشان، وبيمسكوه رجالة باتشان وبيفضلوا يضربوا فيه. وبيجيله اتصال من العم بافيريا ان في جاسوس من رجالته هو اللي عمل كده وبيقتل الراجل، وده واحد من رجالة باتشان. وبتيجي الشرطة تسأل عن الراجل اللي اتقتل قدام الحمام وبيتهموا باتشان لانه كان موجود في نفس المكان. وهنا ميرا وفيشو بيكونوا قريبين من مكان باتشان وبيشوفهم واحد من رجالة باتشان وبيعرفهم كاندي لانهم هم اللي خدوا منهم السي دي. والبندول بيأمر فيرجن انه يعرف كل المعلومات عنهم وبيروح لهم وبيحاول يعرف عنهم كل حاجة، بس ميرا بتكون اذكى منه وبتضحك عليه وبتقوله انها مصورة فوتوغرافية وبتصوره شوية صور كده وبتقوله انت بطل. وهنا قاعدين وميرا بتسأله هو ليه حبيبة او قصة حب، وبيرد عليها وبيقول لها انه سمع انه كان عنده قصة حب وكانت اسمها صوفي. وبيجيله اتصال من العصابة وبيكون مستعجل، وقبل ما بيمشي ميرا بتقوله انت مش عايز صورك، وبتاخد التليفون وبتحط فيه مايك تجسس عشان يسمعوا كل مكالماته. وبيرجع للعصابة والعصابة بتقوله ان باتشان عرف مين اللي كان عايز يقتله، واحد اسمه وبيعرفوا الخطة وبيقول له روح زود العربية وبيروح. وهو في الطريق بتكون ميرا مراقباه وبيكلم رانا وبيقول له باتشان عايز يقتلك النهاردة، وبنعرف ان هو الخاين من رجالة باتشان وبيقول له لازم تطلع في اقل من 15 دقيقة. وبيروح باتشان ورجالته رانا عشان يقتله بس مش بيلاقوه في البيت، وبيعرف ان رانا هرب وان في جاسوس في رجالته وبيعرف ان هو فيرجن، وبيقول له احنا خططنا عشان نوقعك انت، وبيطلب منه السماح ولسه هيقتله وبيمسكوا رانا وبيقول له انا كنت بحمي نفسي. وباتشان بيقتله وبيلاحظ ان في جهاز غريب في تليفونه وبيعرف انه جهاز تجسس، وبياخده وبيقول لهم انتوا اتجرأتوا انكم تتجسسوا عليا هلاقيكوا وهموتكوا. وبتجري ميرا هي وفيشو بسرعه عشان يلموا حاجتهم ويهربوا من المكان بسرعه، لكن وهم خارجين بيلاقوه قدامهم وبيمسكهم وبيضربهم ضرب جامد ولسه هيموتوا.
ميرا بتقول له انا جيت اعمل لك فيلم قصة حياتك، وبتعجبه الفكرة وبيبدأوا تصوير وبيحكي مأساة حياته. وهنا ميرا متأثرة جدا وبيضحك وان مفيش سبب لإجرامه وان القتل ده بالنسبة له سعادة، وبتسأله عن عيلته وبيشاور على امه وانها من اخر عملية هو عملها لما عرفت كده ما اتكلمتش معاه من 10 سنين. وبيقعدوا يهزروا وما بيكونوش بيعرفوا يمثلوا خالص. وهنا بيكونوا قاعدين عشان يعرفوا مين هيكون بطل الفيلم، وفيشو بيعرض عليهم وبيقول لهم باتشان هيكون احسن واحد يعمل الدور، وكلهم بيسخروا من كلامه وبيقعدوا يضحكوا. وباتشان بتعجبه الفكرة وميرا بتعترض وبتقول له انت ما بتعرفش تمثل. بيرد عليها وبيقول لها انا البطل، انا اللي هعمل الفيلم. وطبعا ميرا مش مقتنعة انه ممكن يمثل، فبتقرر انها تمشي. وهم قاعدين مستنيين الباص بيجوا 2 من رجالة باتشان وبيقولوا لهم امشوا، هو مش محتاجكم، وانه مش هينفع بسبب قصة حب. وهي كانت عارفة القصة من فيرجين ان هو اللي قتل حبيبته. بيرد عليها البندول وبيقول لها انت ما تعرفيش حاجة، انا كنت معاه في الوقت ده. وبيحكي لها ان من سنين باتشان كان شغال مع لاجي وان ده اللي في المستشفى اللي في غيبوبة، وباتشان اخد فلوس منه عشان يخطف مراسل. وبيكون باتشان قاعد مع رجالته في مالها وبيشوف صوفي وهي على الحبل وبتعجبه، وبيكون في شوية شباب مشاغبين بيضايقوها وباتشان بيعرف يتصرف معاهم. وطبعا هي كمان بتعجب بيه وبيعيشوا قصة حب. وهنا باتشان بيروح للاجي وبيقول له انا كنت عبدك من 30 سنة، نفسي اكون حر واعيش زي الانسان الطبيعي. انا تعبت من السلاح والتكسير، انا نفسي يكون عندي زوجة وبيت. وبيقول له لما تكون سعيد بكون انا كمان سعيد. وباتشان وصوفي بيتقابلوا وهما مع بعض. بيجوا الشباب اللي ضايقوها قبل كده وبيضربوه بالسكينة في عينه، وبياخدوا حبيبته صوفي وبيضربوها. وبيحاول باتشان ينقذ صوفي لكن مش بيلحقها وبتموت صوفي. ونرجع تاني لميرا وكاندي وبيقول لها ان باتشان بعد موت صوفي عينه وقلبه بقى حجرين. بس البندول بيقول له بس هو عنده مشاعر وحب، لو سمحت امشوا بهدوء. لكن هي بترفض وبترجع تعمل الفيلم وبتبدأ التصوير. لكن ما بيكونش برضه عارف يمثل اطلاقا. وبيسألها عن رأيها في التمثيل وبتقول له انت مش بتعرف تمثل وبعدين المنتج بتاعي مش هيوافق. وبتتفاجئ انه جايب المنتج في صندوق العربية وبيجبروا ينتج له الفيلم. وهنا ميرا بتقول له انك لازم تتعلم التمثيل، وبتجيب لهم مدرس عشان يعلمهم التمثيل. وبتقول لهم بس اكنكم مش لصوص محدش يرفع ايده عليه. وبيجي المدرس وبيعلمهم. واخيرا بعد معاناة بيعلمهم وبيبدأوا تصوير الفيلم. وهنا لقطة تصوير باتشان هو وصوفي والبنت اللي بتكون معاه مش متمكنة. وتقرر ميرا انها تعمل الدور وبتتكلم مع باتشان وبتقول له اكن مفيش حد، دي قصة حبك، وتخيل ان انا صوفي. وفعلا بيشوفها صوفي وبيمثل الدور باتقان. وهنا مشاعره ناحية ميرا بتتحرك. وبينتهي تصوير الفيلم وباتشان بيجيله واحد من رجالته بيقول له ان لاجي فاق من الغيبوبة، وبيجري بسرعة وبيروح له وبيقول له ان الدكاترة قالوا انك كنت مهتم بيا وانقذتني لما هاجموني. وباتشان بيقول له انا قلت لك ان مفيش حد هيقتلك الا انا، انت ليه قتلت صوفي؟ وبنرجع لوقت موت صوفي لما اخد السكينة وراح يموت اللي قتلها. وهنا شاف الفلوس اللي في العربية هي نفس الفلوس اللي كانت معاه، ورجعها اللاجي وقال له انا كنت مستني انك تفوق عشان اقتلك. وبيقتله وبينتقم لحبيبته صوفي. وهنا الفيلم كده هيتعرض وبيعملوا دعاية للفيلم في كل مكان والكل لابس ماسك صورة باتشان. وهنا الفيلم هيتعرض في السينما ودخل باتشان يتفرج عليه هو ورجالته. وبيكون الفيلم عكس اللي صوره تماما وبيتضايق باتشان والناس كلها بتضحك. وباتشان بيكون قالب الدنيا على ميرا لانه كده محدش هيحترمه تاني بعد الفيلم المسخرة ده. وفيشو بيقول لميرا احنا لازم نختفي لانه لو لقانا هيموتنا. وبيمشوا عشان يستخبوا منه. وهم في الطريق عرف مكانهم وبياخد ميرا وبيدلق عليها بنزين عشان يولع فيها ولسه هيرمي عليها السيجارة. قال لها انت عارفة ايه اللي حصل قبل ما اجي هنا؟ كان في واحد من العصابات مات بس مش موجود حد معاه لانهم كانوا بيخافوا منه. وقابلت زوجة فيرجين وبنته وافتكر لما قتلوا. وهي بتقوله انها شافت فيلم وهي وبنتها عجبهم جدا، حتى خلى بنتها تضحك وهي من فترة طويلة ما ضحكتش. وكمان بيلاحظ ان المسارح مليانة من الناس اللي حابة تسمع فيلمه وهم مبسوطين. وكمان سمعت صوت امي اللي ما سمعتهوش من 10 سنين. وبتقولي ان المخرجة خلتنا نشوف منك الجانب الطيب اللي عمرنا ما شفناه منك ابدا. وبتعيط وبتقوله دايما اعمل اي حاجة اللي تخلي الناس تحترمك مش تخاف منك. وبنرجع لباتشان وميرا وهو بيقول لها الناس كلها كانت بتخاف مني ومع كده معرفتش اخلي امي تتكلم معايا، وانتي بسببك امي نادتني يا ابني، وان الخوف والغنى ملهمش اي قيمة زي الام في حياتي، وانا مدين ليكي. وبيمشي. وهنا باتشان بقى يعرف يمثل وبقى ممثل مشهور. وبكده يكون انتهى فيلمنا واشوفكم في فيلم جديد. سلام.